لو لسه ما تعرفش حاجه عن تسلا سايبر تراك الجديده، تعال اعرفك بسرعه. اكتر حاجتين غراب جدا وجداد في العربيه: التصميم وجسم العربيه الستانلس ستيل. التصميم عباره عن مستطيل وعليه مثلث وزوايا حاده جدا، بس مليان بالتفاصيل المتطوره والمختلفه جدا عن باقي العربيات. وجسم العربيه كله من الستانلس ستيل والفايبر، وده معناه ان العربيه مش عليها اي دهانات خالص. وكمان القطع الستانلس ستيل دي مقاومتها عاليه جدا للصدمات، ومش اي خبطه بسيطه هتاثر فيها. يعني لو اتخبطت هتغير القطعه وتركبها وتمشي على طول. العربيه من قدام فيها اضاءه نهاريه بعرض المقدمه بالكامل، والاضاءه الاساسيه بتاعتها بتكون مخفيه بين الوش والاكسدام. وورا الاضاءه النهاريه اللي بالعرض دي في شنطه مساحتها مش صغيره، والعربيه فيها مساحه واحده بتجيب الازاز كله. واهم حاجه فيها هي الشنطه العملاقه اللي مساحتها 5000 لتر تقريبا، اللي متغطيه بكفر قوي جدا وبيستحمل اوزان كبيره، واللي بتقدر تفتحها على المستوى اللي انت عايزه، وكمان تنزل القطعه دي زي العربيات النقل بالظبط. بس لو انت سايق وقافل الغطا بتاع الشنطه مش هتعرف تشوف من المرايه اللي في النص. في الحاله دي هتعرض الكاميرا الخلفيه على الشاشه اللي قدامك عشان تفضل شايف وانت سايق. والعربيه بتنزل بجنوق مقاس 20، بس بيكون عليها كفرات او تصاد زي ما احنا بنقول، تقدر تشيلها وتخلي الجنط العادي. والعربيه بتنزل بثلاث اختيارات من المواتير: موتور واحد او موتورين او ثلاث مواتير. الثلاث مواتير بقوه 840 حصان، والتسارع بتاعها من 0 ل 100 في ثانيتين و6 من 10 بس، وبتمشي في الشحنه الواحده 300 كيلو متر تقريبا، ووزنها 3 طن و100 كيلو، وسعرها $100,000. وباقي المواتير ارقامها على الشاشه. وبس كده، لو عايز تعرف اكتر عن العربيات اعمل لي فولو. سلام.